فسيمبلي عشان تبقى صح ورينا نتائج هنصدق ان انت صح. انا صح، انا صح، عمرو زكي جبته من انبي. عندي مشكله كبيره جدا في الايجنسي. الناس في الايجنسي الانوفيتد، الراجل الكرييتيف دايركتور الجامد جدا، الراجل المحاسب الجامد جدا اللي معايا، البرفورمانس مانجر الرائع اللي ما فيش زيه، وحتى نفس الكلام في الكلينيك، الدكتوره المهوله، فاهمين ان هم اللي بيعملوا الحاجات الصح. والله العظيم انتوا ما صح ولا حاجه. العميل اللي بيدفع فلوس هو الصح، هو اللي عنده وجهه نظر، هو اللي عنده الفلوس، هو اللي بيعمل كل حاجه. هو غلط، هو مش فاهم. يا عم انت هات له نتيجه، اثبت له ان انت بتعرف تفكر، وهات له نتائج حلوه. حضرتك يا دكتور احقن لها وخليها تبص في المرايه وتحس ان شكلها احلى حاجه، وبعدين قولي ان انت الصح. المره التانيه بقى مش هتكلمك في حاجه. لكن ما تجيش انت تشتغل الكلاينت بتاعك وتعمل الكلاينت كل حاجه الكتب قالتها صح، وتبقى ماشي على الصراط المستقيم والراجل مش عاجبه، فتقول الراجل ده مش فاهم حاجه. لا، حضرتك اللي مش فاهم حاجه. الراجل ده فاهم ان هو دافع فلوس ليه نتائج، دافع فلوس المفروض يشوف الفيجوالز اللي عاجباه من وجهه نظره، دافع فلوس المفروض يحصل له حاجات هو دافع عشانها الفلوس دي. لو انت ما قدرتش تثبت له ده وتوري له ده بشغلك يبقى انت مش صح. سيمبلي انت مش صح، وعشان تبقى صح لازم تثبت له ده. ولو ما عرفتش تثبت له ده بفيجوال وبكرييتيف وبنوع حقنه معين، اثبت له ده بنتائج. ورينا نتائج نعرف انت فين، هنصدقك ونمشي وراك. تحكي لنا حكايات وتقول لنا اصلي ابوك السقا مات، مفيش الكلام ده. سلام عليكم.